إن ولدك يعيش زخاما من المغريات، من الشهوات. إن ابنتك تصارع قرينات السوء ممن يدعونها أن تنزع الجلباب وتخرج متبرجة. زوجتك لا تعد كونها موطن لذة تقضي حاجتك ثم تنصرف إلى الدنيا، فلا ترجع إلى آخر الليل. لا تدري عن ولد صلى أو لم يصلي، لا تدري عن فتاة باقية في بيتها أو خرجت تتسكع، لا تدري ما الذي يجري. إن الدنيا غلبت علينا، وإن القوت والمعاش سيطر على قلوبنا، وإن التنافس على الدرهم والدينار حطم ما نسعى إليه. لذلك معاشر المسلمين، البركة من الله، والله وبالله وتالله لو علم الله صدقك وحرصك ورعايتك وحبك لأبنائك أن لا يتفلت زمام الطهر وأن لا تسقط العفة. تريدهم ركعا سجدا يقيمون دين الله، تريد بيتا عامرا بتلاوة القرآن، والله لن يخذلك أبدا. حتى من شرد فإنه سيعود، حتى من زل فإنه سيرجع، حتى من غاب فإنه سيعود. لذلك أيها الأب، أنت حجر زاوية لصلاح الكثيرين.